سلام الله عليكم. فعلى إثر الفيضانات التي اجتاحت مدينة القصر الكبير، كلنا رأينا ما حصل هناك عبر وسائل الإعلام، كذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بينما نحن نتصفح هذه الوسائل، وإذا بأحد الفيديوهات صراحة صادم جدا، فلا يمكننا إلا أن ننشره وأن نناقش ما جاء فيه. إذن لنتابع الفيديو. عليكم. بالنسبه للناس اللي شرات الشمع ب 15 و 18 دراهم، وبالنسبه للناس اللي خدات البوطه ب 120 درهم، وبالنسبه للناس اللي مشات شرات الخبز من بنادريه وزادوا عليهم في الثمن، الحمد لله الحمد لله الصوت ديالنا وصل، الحمد لله. ودابا كيطالبوا منا اننا نعطيو العنوان ديال هاد الناس اللي زادوا في الشمع وزادوا في البوطه وزادوا في الخبز. دابا الله يجازيكم بالخير، اي واحد مشى لواحد بقال قال له اعطيني شمعه وقال له 15 درهم، قال له اعطيني بوطه وقال له 120 درهم، سرد لي العنوان ديال هاد مول الحانوت في الفيسبوك اولا سردوا لي في الواتساب، بلا ما تبان في الصوره، بلا ما تكتب كومونتير، بلا ما دير حتى حاجه، سرد لي ماسنجر اولا في الواتساب، وان شاء الله عاد تربوا احسن تربيه. لان الناس في هاد الساعه هذه اللي عنده واخا تكون عندك زايده على 100 درهم خاصك تعاون الناس، تعاون، خاصك توقف. ماشي نتينا عندك حانوت جلست عملت رجل رجل وطاقيه وبقيتي كطلب للناس 15 درهم في الشمعه، لعنه الله عليك. صراحة الأمر صادم جدا، كما سمعتم وكما رأيتم. في مثل هذه الظروف لا بد من التضامن والتآزر والتعاون. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أهلنا في القصر الكبير، وأن يكشف عما حل بهم. إلا أن بعض التجار كما ذكرت صاحبة الفيديو استغلوا هذه القضية، وبداو كيزيدوا على الناس وكيغليو على الناس. باكية الشمع توصل 15 درهم، أو البوطة بواحد الثمن خيالي وغيرها من المواد. فهذا أمر غير مقبول، وفعلا يجب على كل من ثبت تورطه في مثل هذه الأمور أن تكتشف الأمر ديالو ويتم التبليغ به للسلطات. فنحن في حالة واحد الحالة اللي خصنا نكونوا متضامنين فيها مع بعضياتنا، متكاتفين متآزرين، وإذا بالحال نستغل بعضياتنا أبشع استغلال. فهذا لا يمت بصلة إلى الإنسانية، ولا هو موجود في ديننا. لذلك فلا بد من الضرب بيد من حديد على مثل هؤلاء التجار، وكما يسميهم البعض بتجار الأزمات. فهذا لا يمكن أن يكون بأي وسيلة كيفما كانت. السلام عليكم.